أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم في قصة إنسانية كده، قصة رضوى، سيدة يعني في بداية الأربعينات، وإزاي حياتها خدت سكة مختلفة تماماً بعد وفاة جوزها في الكويت. كلامنا ده جاي من قصة منشورة على الإنترنت اسمها أرملة وقصة حب مستحيلة. إحنا هنا عشان نحاول نفهم سوا التحديات اللي قابلتها، القرارات الصعبة اللي خدتها، والمفاجأة العاطفية اللي حصلت في حياتها. عايزين نوصل لجوهر رحلتها دي. فعلا. والحقيقة اللي بيخلي القصة دي مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو المزيج ده، مزيج المشاعر والتجارب. عندك الأول الحزن والفقد، طبعاً. وبعدين تعقيدات العلاقات الأسرية، وبالذات موضوع بيت العيلة ده والضغوط اللي فيه، اللي هي وصفتها بمرارة دي نقطة مهمة. وبعد كده القرار الجريء بتاعها إنها تمشي وتبدأ من جديد. وفجأة يظهر عنصر جديد خالص، علاقة كده ما كانتش في الحسبان، بتغير كل حاجة. تمام. طيب خلينا نبدأ نفكك القصة دي واحدة واحدة. الحكاية بتبدأ بعد سنتين من وفاة جوز رضوى. هي كانت عايشة في بيت عيلتها في الكويت، والوضع ده زي ما المصادر بتقول ما كانش عاجبها أبداً، حتى من زمان، من أول جوازها من حوالي 10 سنين. ودي أول نقطة مهمة نقف عندها، فكرة بيت العيلة دي اللي ممكن في ثقافات تانية تبقى مصدر أمان ودعم. أيوة. في قصة رضوى بتظهر بشكل تاني خالص، مصدر توتر دايم، تدخل في كل صغيرة وكبيرة، مفيش خصوصية. فعلاً. فالوضع ده لوحده كان ضغط كبير عليها، وأكيد زاد قوي بعد وفاة جوزها اللي يمكن كان عاملها نوع من الحماية، أو خلينا نقول توازن جوه البيت ده. هي نفسها بتوصف جوزها اللي توفى بكلام مؤثر قوي، بتقول إنه كان راجل محترم جدا وإنها كانت بتحبه بجد. فوفاته دي كانت صدمة عنيفة ليها، رمتها زي ما هي بتقول في عالم تاني. حست إنها فقدت السيطرة تماماً وما عرفتش تعمل حاجة غير إنها تسلم أمرها للي حاصل. واضح إن الأمور فعلا وصلت لطريق مسدود بعد وفاته. رضوى وصفت الحياة في بيت العيلة بإنها بقت مستحيلة، خلاص مش قادرة. المشاكل بتزيد، بس أكتر حاجة كانت قلقاناها هو ابنها سعود، اللي كان عنده وقتها 7 سنين. أيوة، صغير لسه. كانت خايفة عليه من الجو المشحون ده، وخايفة على نفسها طبعا. كان كل همها إنها توفر له مكان هادي تربيه فيه، بعيد عن الصراعات دي. وهنا بقى تيجي شجاعة قرارها بالرحيل. خطوة زي دي مش سهلة خالص، يعني الواحدة أرملة ومعاها طفل صغير. لا طبعا مش سهلة أبدا. بس اللافت فعلا هو المواجهة. إنها راحت لأهل جوزها وقالت لهم كده بصراحة. المصدر بيقول إنها قالت: أنا عايزة أربي سعود في هدوء، لو طمعانين في الشقة خدوا الشقة، أنا ممكن أعيش في أي مكان، المهم ابني يعيش في أمان. ياه، الكلام ده مش بس شجاعة، ده بيوريك قد إيه هي كانت حاطة أولوياتها صح. ابنها أولاً، ويمكن كمان بيوريك درجة اليأس اللي وصلت لها، إنها مستعدة تضحي بأي حاجة عشان سلام ابنها. بالظبط. وهنا بقى بيحصل اللي ممكن نقول عليه تدخل القدر، أو يعني مفاجأة غيرت كل حاجة. إيه اللي حصل؟ اكتشفت معلومة ما كانتش تعرفها خالص، إن جوزها الله يرحمه كان كاتب شقة باسمها قبل ما يتوفى. بجد؟ يا سبحان الله. أيوة، مفاجأة فعلا. الشقة دي كانت في منطقة هادية بعيد عن بيت العيلة، فكانت زي طوق نجاة كده جه في وقته بالظبط. فرصة لبداية جديدة فعلا. بالظبط. بعد شهرين بس من الوفاة خدت ابنها وراحت عاشت فيها، وبتقول إن هنا بدأت مرحلة جديدة، بس مليانة تحديات من نوع تاني. طبيعي جدا. أكيد طبعاً. بداية جديدة يعني صعوبات جديدة. كان لازم تفرش البيت وترتبه لوحدها، وتتعامل مع الذكريات بقى اللي أكيد كانت مالية المكان. وكمان فيه الجانب العملي. أيوة، ده المهم. تسجل سعود في مدرسة قريبة، الحمد لله الولد شكله اتأقلم بسرعة. كويس. بس هي رضوى كانت بتدور على شغل قريب وما كانتش لاقية، فقررت بقى تجرب تشتغل من البيت. عملت مشروع صغير كده تبيع حاجات أونلاين، يعني محاولة عشان توفر دخل بسيط وتستقر مادياً. وده نمط بنشوفه كتير في حالات الصدمات، بالذات الفقد المفاجئ. الواحد بيدور على أي حاجة تضمن له الاستقرار المادي، خصوصاً لو في أولاد. صحيح. ده بيبقى هو الدافع الأساسي عشان الواحد يتجاوز وجعه ويبني حياة بشكل جديد. فكونها بدرت ودورت على حلول رغم كل الظروف الصعبة دي،
ده بيوري قد إيه هي مرنة وعندها إصرار إنها تمسك زمام أمورها ومستقبل ابنها. فعلا، والدنيا كانت بدأت تمشي، يعني بدأت تحس بنوع من الاستقرار كده. ولو كان استقرار هش بس بداية. لكن زي ما بنقول دايما، الحياة قلما بتمشي في خط مستقيم. الاستقرار اللي بدأت تحس بيه ده ما تكملش، جت ضربة تانية من مكان ما توقعتوش خالص. خير. نتائج امتحانات سعود كانت ضعيفة قوي بشكل خلاها تقلق جدا. دي مشكلة كبيرة لأي أم. طبعا، حست إن ابنها محتاج دعم تعليمي ضروري، وفجأة افتكرت مدرسه القديم مستر صيام. اللي كان بيديله قبل الوفاة؟ بالظبط، افتكرت قد إيه سعود كان بيحبه ومتعلق بيه، وكان بيستفيد منه جدا، متعلم كويس جدا على إيده، بيقرأ ويحفظ بسرعة. الحاجة هنا كانت مس قوي. مثير للاهتمام هنا إنها لجأت للحل القديم، الحل المألوف وقت الأزمة. يمكن ده دليل على إنها كانت مرهقة ومش قادرة تبدأ تدور على مدرس جديد متعرفش نتيجته إيه في المنطقة الجديدة دي. ممكن جدا. كانت محتاجة حل سريع ومضمون، ومستر صيام كان بيمثل الحل ده في دماغها. بس الفكرة نفسها أكيد ما كانتش سهلة. فعلا، هي ترددت في الأول. كانت مقررة إن حياتها الجديدة دي تبقى بعيدة ومنفصلة عن الماضي وعن أي حد كان فيه. حاولت تدور على مدرسين تانيين قريبين، بس ما لقيتش حد مناسب. فالإحباط كان بيزيد، والحاجة اللي ابنها كانت بتكبر. وهنا بقى زي ما بيقولوا تدخل الصدفة، أو اللي هي حست بيه كإشارة من ربنا. في عز حيرتها دي تلاقي رسالة جاية لها على الموبايل من مين؟ مستر صيام نفسه؟ بالظبط، مستر صيام نفسه. بيعرض عليها إنه يرجع يدي دروس لسعود، بس بيقول لها بصراحة إن المسافة بعيدة، فمش هيقدر يجي كل يوم، ده هيبقى صعب ومكلف عليه. فبيقترح يجي 2 أو 3 في الأسبوع، بس هياخد مبلغ زيادة شوية عشان المجهود والمشوار ده. يا للتوقيت، يعني كأن ربنا بعت لها الحل لحد عندها. هي حستها كده فعلا. ووافقت على طول أكيد؟ تقريبا وبتوصف فرحة ابنها لما عرف الخبر، بتقول كان بيلعب ويضحك ويقفز من السعادة. يا حبيبي. بس فرحة الحل دي ما جاتش لوحدها، كان معاها قلق تاني عند رضوى، قلق مفهوم جدا في ظروفها. اللي هو القلق العملي والاجتماعي ده. ازاي هسيب راجل غريب يدخل البيت وانا لوحدي؟ طبعا، دي نقطة حساسة جدا. جدا. بس شكلها لما شافت فرحة ابنها كده الموضوع اتحسم، قررت تمشي في الموضوع ده. وخلاص اتفقوا على موعد أول درس في الشقة الجديدة. المصدر بيوصف اللقاء ده بتفاصيل دقيقة قوي، تحسسك إن كان في شحنة عاطفية كده من الأول. ازاي؟ يعني هو اتصل بيها قال لها إنه وصل، شاورت له من البلكونة وطلع. رضوى بتقول إن لحظة دخوله دي كانت اللحظة الحقيقية اللي هتغير حياتنا. تفتكر كانت حاسة بكده فعلا وقتها؟ والله ممكن يكون حدس، أو يمكن مجرد إحساس إن القرار ده معناه كسر للعزلة اللي هي كانت فرضها لنفسها. دخوله البيت نفسه كسر حاجز رمزي مهم. بتقول إنه بصلها بنظرة لطيفة، وأول كلمة قالها كانت بسيطة بس ليها معنى خاص: وحشتوني جدا. وبتوصف كلامه إنه جميل وذوقه عالي جدا. رد فعل سعود بقى كان فوري، جرى على طول حضن مدرسه، وهو كمان حضنه بنفس الشوق. بتقول إن المشهد ده فرحها قوي. بس اللافت هنا زي ما بتقولي هو إن الكلام ما توقفش عند الدرس وبس. لا خالص. ده هو بدأ يسألها على طول إيه سبب النقلة دي، ولما حكيت له عن مشاكلها مع أهل جوزها مش بس تفهم الموضوع، لا ده أيدها. بالظبط، أيد قرارها بصراحة، وقال لها إنه هو كمان ما بيحبهمش. والأهم من كده إنه أكد لها إنه ما جاش بس عشان الفلوس أو الدرس، لا ده جاي مخصوص عشان سعود اللي هو بيعتبره زي ابنه. الكلام ده، الموقف الداعم ده اللي ما جاش في بالها خالص، كان له تأثير كبير قوي على رضوى. أكيد حست براحة ناحيته جدا، وحست براحة فورية ناحيته. وبدأ وجوده في البيت بالنسبة لها مش مجرد مدرس وخلاص، لا، بقى يمثل حاجة أعمق، بقى يمثل رعاية واهتمام ليها ولابنها. بس النقلة الحقيقية اللي ودت الأمور في حتة تانية خالص جت بعدها بشوية. اللحظة بتاعت رسالة الواتساب دي. بالظبط كده. هي كانت في أوضتها وهو بيذاكر لسعود في الصالة، فجأة لقت رسالة منه على الواتساب. ده لوحده كان غريب، يعني خروج عن حدود الشغل الواضحة. أكيد طبعا تجاوز. وهي استغربت في الأول، بس هو قال لها إنه حابب يدردش. وفي وسط الدردشة دي اللي هي على الموبايل وهو معاها في نفس البيت، جت بقى المفاجأة.
المجاملة الصريحة جدا والمباشرة دي، على فكرة انتي شكلك زي القمر. هنا بقى الخيوط بتتشابك فعلا. رد فعلها الأول زي ما المصدر بيقول كان الكسوف الشديد والارتباك، اتكسفت جدا. طبيعي. وده طبيعي جدا ومتوقع، بس في نفس الوقت هي اعترفت إن الكلام ده يمكن أول كلام حلو تسمعه من فترة طويلة قوي، رفع معنوياتها بشكل كبير. مم. وده ممكن يلمح لوجود فراغ عاطفي عندها، وحاجة إنها تحس بالتقدير كأنثى، مش بس كأم وأرملة. الدرس خلص وهو مشي، بس كلامه فضل يرن في ودنها. حست بمشاعر ملخبطة، فرحانة ومتوترة في نفس الوقت. وبالليل كانت هي اللي بدأت وبعتت له رسالة شكر. ومن هنا الباب اتفتح. على الآخر بتقول بصراحة الكلام اتطور وبقينا نتعلق ببعض. الموضوع ما بقاش مجرد كلام عادي، لا، ده بقى تعلق عاطفي بين الاتنين. والموضوع بقى أعقد كمان لما مستر صيام زارها مرة تانية، بس المرة دي كانت زيارة مفاجأة خالص من غير ميعاد. كده فجأة؟ أيوة، خبط على الباب، فتحت، لقيته قدامها. بتوصف قد إيه اتلخبطت وارتبكت لأنها كانت في البيت بلبس خفيف ومش جاهزة خالص لا نفسياً ولا شكلياً إنها تستقبله. ورغم كده دخل وقعدوا يتكلموا ويهزروا. هنا بقى الصراع جوه رضوى بقى واضح قوي وقوي. الدخول المفاجئ ده للمساحة الشخصية وقبولها بيه رغم ارتباكها، ده بيشير إن العلاقة فعلا عدت أي مرحلة رسمية. هو بقى جزء من حياتها اليومية بشكل ما، بس شكل لسه مش واضح ومش متحدد. وهي نفسها بتتكلم عن اللخبطة دي بصراحة. بتوصف مشاعرها المتناقضة، فرحانة بوجوده واهتمامه وفي نفس الوقت حيرانة جدا وحاسة بذنب كبير قوي. بتقول قلبي بين السعادة وبين شعور الذنب. شعور بالذنب تجاه مين يا ترى؟ مش واضح قوي. هل هو ذنب تجاه ذكرى جوزها ولا تجاه المجتمع ونظرته، ولا يمكن تجاه نفسها وقراراتها اللي بدأت تخرج عن سيطرتها؟ هي وصلت لنقطة حاسة فيها إنها محتاجة حد ينصحها، حد يساعدها تفهم إيه اللي بيحصل ده وتحدد إيه الصح. إذن لو حبينا نلخص رحلة رضوى دي زي ما المصدر بيحكيها، هنلاقيها بدأت بصدمة الفقد، وبعدين صراع صعب قوي مع واقع بيت العيلة وضغوطه الاجتماعية والنفسية. بعد كده جه القرار الجريء بالانفصال ومحاولة بناء حياة جديدة ومستقلة ليها ولابنها. ودي خطوة مهمة جدا. وبعدين يظهر التحدي التعليمي بتاع الابن اللي رجع شخص من الماضي للصورة تاني، وفي الآخر تلاقي نفسها وسط مشاعر وتعقيدات عاطفية بتكبر مع الشخص ده، مشاعر هي نفسها ما كانتش متوقعاها ولا بتدور عليها. ورغم كل ده هي بتأكد في الآخر إن بوصلتها الأساسية هي ابنها، وإن هدفها الأهم هو الاستقرار والراحة النفسية. والقصة دي فعلا بتفاصيلها الشخصية دي بتسلط الضوء على تحديات أكبر بكتير. بنشوف بوضوح الصعوبات اللي ممكن أرملة تواجهها في مجتمعات معينة، زي الضغوط العائلية والحاجة الشديدة للاستقلال المادي والصراع عشان تعيد بناء هويتها بعيد عن دور الزوجة وبس. صحيح. وكمان بتبرز قوي الدافع الأمومي القوي ده، إنها تأمن مستقبل ابنها وتحميه قبل أي حاجة تانية. دي أولوية أولى عندها. بالظبط. والأهم يمكن إنها بتكشف قد إيه الدخول في علاقات جديدة بعد الفقد ده موضوع معقد، بيبقى فيه خليط كده من الحنين للماضي والرغبة في حاضر مختلف والقلق من كلام الناس والشعور الداخلي بالذنب أو الخيانة لذكرى اللي راح. فعلا مشاعر متضاربة جدا. واللي يلفت نظر بشكل خاص هنا هو إزاي إن البحث عن حل المشكلة عملية تماماً، اللي هي مستوى الولد الدراسي والحاجة لمدرس كويس، هو ده اللي فتح الباب على مصراعيه لدوامة من المشاعر والتعقيدات الشخصية العميقة دي. يعني قرار كرر مفروض يحل مشكلة فتح مشاكل تانية، أو خلينا نقول فتح باب لمشاعر ما كانتش في الحسبان. قرار تكتيكي عشان يواجه تحدي يومي أدى لتقاطع مسارات أنتج مشاعر قوية وغير متوقعة غيرت مسار حياتها تاني. فعلا. ورغم كل العواصف دي اللي جواها، رضوى لسه متمسكة على الأقل في كلامها بهدفها الأساسي، استقرار ابنها وراحتها النفسية. السؤال بقى هو إزاي هتحقق التوازن ده على أرض الواقع؟ وده بيوصلنا لسؤال أخير، خلينا نسيبه كده مفتوح للتفكير. سؤال يمكن يتجاوز قصة رضوى ويلمس تجارب ناس كتير مننا اللي بيواجهوا تغييرات كبيرة في حياتهم. اللي هو إيه؟ إزاي الواحد يقدر يوازن بين المتطلبات العملية الصعبة لإعادة بناء حياة مستقرة، سواء بعد فقد أو طلاق أو سفر أو أي تغيير كبير، وبين إنه يستجيب لمشاعر وعلاقات جديدة ممكن تظهر فجأة في وقت يمكن يبان معقد أو مش مناسب.
سؤال صعب فعلا. إزاي ندير تأثير المشاعر الجديدة دي بكل اللي فيها من وعود بالقرب وخطر اللخبطة على القرارات العملية اللي لازم ناخدها؟ التوازن الدقيق والمستمر ده بين احتياجات القلب ومتطلبات الواقع هو يمكن من أكبر تحديات رحلتنا الإنسانية كلها.